عليكم. القناة بتاعتي سفرة فايزة. هقدم لكم كيكة شوكليت، حاجة صحية، وهنعملها بمكون غريب شوية ممكن تستغربوا. هي مبشور الكوسة، وحاجة صحية وحلوة جدا، حلو قوي. بصوا هشة ازاي، ومش باينة فيها الكوسة من جوه خالص. هنبدأ بالكوسة الأول. ما تستغربوش، الكل أكيد بيستغرب إن في كيكة بالكوسة. هي أولا حاجة صحية ومش بتبان أبدا، وطعمها حلو جدا ومش بتبان أبدا. يا ريت تجربوها، وهتجربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. وإلى حد ما هي صحية قوي، ما فيهاش زيت، ما فيهاش سمنة، ما فيهاش أي دهون. اوكي، هنفصل الاول الصفار عن البياض، وهناخد الصفار لوحده والبياض لوحده. وفي معانا دقيق 30 جرام، سكر برضو. يعني انا هكتب المقادير في صندوق الوصف. السكر 50 جرام، الكاكاو كاكاو دارك، هو اسباني ونوع نظيف، 20 جرام، وحبايتين كوسة، وممكن تكون حباية واحدة متوسطة، يعني ده عشان صغير فاحنا ممكن ناخد 1.5. اوكي، وبيكنج باودر معلقة، وهناخد شوكولاتة خام هنسيحها عشان ناخد منها جزء في الكيكة في النص، وناخد الباقي للوش. هنبدأ دلوقتي عشان ما اطولش عليكم. هنبدأ الاول نفصل الصفار عن البياض. ناخد بالنا واحنا بنشيل البياض لوحده، عشان احنا هنضرب الصفار لوحده ونضرب البياض لوحده. طبعا في بيض يبقى لازم نحط فانيليا. انا بحب الفانيليا السايله الحقيقه في حاجات كتير. نضربها كويس، نحط عليها السكر، احط الكاكاو، نضرب كده الخليط كويس. المفروض ان انا اكون بشرة الكوسة. هنشوف مع بعض الكوسة زي ما احنا شايفينها متقشرة. هعملها من الناحية الضيقة قوي، او اعملها من الناحية دي ومن الناحية دي. بصوا، اللي مش عايزها تكون باينة انا بشرتها من الناحية الرفيعة قوي زي ما احنا شايفين كده. انا بقطع الشوكولاتة الخام، هي باللبن، عايزاها دارك زي ما تحبي. وهناخدها نسيحها على حمام مية او في الميكرويف. اوكي، ناخد بالنا قوي واحنا بنسيحها علشان البخار ما يطلعش عليها يبوظ الشوكولاته. ده لو على حمام بخار. هاخد جزء من الكوسه، مش كلها. هنحط برضو جزء من الشوكولاته السايحه، ونخلي الباقي للوش. هنضرب البياض بتاع البيض يبقى زي المرنج كده. كده ضربنا البيض، بصوا عامل زي المرنج كده، ما ينزلش خالص. هحط كده بقية الكوسة، وبعدين الدقيق وعليه البيكنج باودر. بصوا، ذرة ملح في الآخر عشان تظبط الطعم. نحط بقى البياض البيض اللي هو عامل زي المرنج.
نحط كده كله بالسباتشولا، وبعدين ما نضربش، بس نلم بسيط قوي. اوكي، ببطء قوي عشان احنا مش عايزينه يهبط. خلصناها، ناخد من تحت لفوق كده، نصبها بقى في القالب ده، مدهون طبعا زبدة. نصب الخليط كده، او في صينية صغيرة مقاس 20. هنحطها في فرن سابق التسخين. اوكي، وعلى درجة 180. بصوا يا جماعة، ده الشكل النهائي بتاعها لما طلعت من الفرن. هنحط عليها بقى الصوص الشوكولاتة، باقي الشوكولاتة حطيت عليها قطعة زبدة صغيرة قوي.